السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ الحلقة اللي فاتت عملنا الشاترز اللي بتطلع من الزاوية هنا، وبعد كده ركبنا عليهم الانترو، وطلبت منكم تخمنوا احنا ليه حطينا اللوجو في كومبوزيشن لوحده. فكرته بكل بساطة ان احنا نقدر في اي وقت نغير اللوجو بمجرد ان احنا بس نمسح اللوجو اللي هنا، وبجيب اي لوجو من اي حتة وبرجع احطه تاني في الكومبوزيشن، وبمجرد ما ارجع للمين كومب بلاقي اللوجو اتغير وبنفس الانيميشن وبنفس كل حاجة. جميل جدا. انا بقى اشيل اللوجو ده وهجيب اللوجو التاني الاسود بس الخلفية بتاعته مستديرة اهو بالشكل ده كده. نبدأ نحطها هنا، نرجع ورا. تمام كده، هو ده اللي انا عايزه. هنكمل بقى الانيميشن بتاع اللوجو، هنعمل الحركه 3 دي اللي هتظهر وفي لمعه كده هنضيفها، وفكره المشهد ده مستوحاه من واحد من اللوجو انيميشنز اللي اتشرحت على قناه دوب موشنز. هحط لكم ان شاء الله لينك الفيديو تحت في الديسكربشن اللي حابب يشوفه. ودلوقتي هنبدا نظبط اللوجو بتاعنا. مبدئيا انا عايز الحجم بتاعه بس يقل شويه، وعشان نخليه يلف بشكل 3 دي هنبدا نفعل خاصيه 3 دي. هي لو مش باينه عندك هنا هتضغط على F4، هتلاقي في شويه خصائص تانية ظهرت، وهنعلم منها على 3 دي، وهنضغط على ار عشان نظهر الاورينتيشن، وهنبدا نضغط على ستوب واتش هنا وهنتحكم من الاورينتيشن من هنا بالظبط. وبعد كده هنضغط على يو في الكيبورد عشان يظهر لنا الحاجات اللي فيها كي فريمز بس، اللي هم السكيل والاورينتيشن. وهنبدا نرجع الكي فريم الجديد اللي ضفناه ده ورا، وهنبدا نلف اللوجو مثلا 30 درجه، وهنرفعه كمان 30 درجه لفوق. اوكي، المفروض تبقى سالب 30. تمام كده. وبعد كده هناخد الكي فريم الاولاني هنرجعه للاخر تاني عشان اللوجو يرجع مكان ما بدا. خلينا بقى نتفرج على الانيميشن. جميل. وكالعاده محتاجين نخلي الحركه سموث، بس خلينا قبل ما نعمل ده نرجع للكي فريمز بتاعت السكيل ونشوف احنا عملناها ازاي. خلينا نخش على الجراف اديتور، والكي فريمز اللي على الاطراف قفلنا السلايدرز بتاعتها خالص عشان اللوجو عندها يتحرك باقصى سرعه. فخلينا نعمل نفس الحكايه هنا. هنبدا نحدد الثلاثه كي فريمز F9. نبدا نخش على الجراف اديتور ونبدا نسحب الاخ ده بالمنظر ده كده، نسحبه للاخر. والكي فريمز اللي على الاطراف نبدا نقفلها بالشكل ده كده. خلينا نشغل بقى الانيميشن ونشوف الدنيا عامله ازاي. تمام جدا. هو انا بس حاسس الكي فريمز دي عايزه تتفتح شويه، مش عايزين نقفلها على الاخر بالمنظر ده كده. اعتقد كده الوضع اظرف بكتير. محتاجين بقى نعمل شويه تعديلات في اللوجو، فهنبدا نخش جوه ناخد اللوجو الجميل بتاعنا، هنبدا نحطه في كمان ادجستمنت لاير هنسميها لوجو، ونضغط اوكي. والكومبوزيشن ده هو اللي هيبقى فيه اللوجو بتاعنا، وهنقدر نغيره بعد كده باذن الله. واللوجو كومب هو اللي هنضيف فيه الافكتات اللي احنا هنعملها دلوقتي. اللي احنا هنعمله ببساطه ان احنا هنضيف تاثير زي لمعه كده بتعدي على اللوجو، وهيبقى فيه شويه تفاصيل زياده هنظبطها بحيث اللوجو يبقى شكله احسن بكتير. فاول حاجه هنعملها هنبدا نخش على الريكتانجل تول من هنا، وهنبدا نرسم مستطيل بالشكل ده، وورا مستطيل تاني ارفع منه بشويه بالشكل ده كده. طبعا الاثنين هيتحطوا معانا في نفس اللاير وده اللي احنا عايزينه. هنبدا نخش عليهم هما الاثنين ونخلي الستروك يبقى ولا حاجه، والفل هيبقى باللون الابيض. نبدا نجيب السلكشن تول ونحدد الشيب التاني ونعمل فيه نفس الحكايه. الستروك هنخليه ولا حاجه مش موجود، والفل هنخليه ابيض. هنبدا بقى نجيب اللاير دي نضغط على ار، نبدا نلفها مثلا 30 درجه. لا انا عايز عكس الاتجاه، سالب 30. اوكي، نبدا نسحبهم كده شويه وهنخليهم يتحركوا من تحت لفوق، فهنوديهم الاول ناحيه الشمال، وهنبدا نخش على البوزيشن ونحط كي فريم هنا بالمنظر ده، ونتحرك بالسلايدر لحد ما نوصل لثانيه بالظبط. ومن هنا هنبدا نحركهم ناحيه اليمين بالشكل ده بالمنظر ده كده، بحيث يعدوا على اللوجو من اوله لاخره. طيب خلينا نرجع كده للمشهد الاساسي نشوف كده الدنيا فيها تبقى ماشيه ازاي. هنلاحظ ان اللمعه اصلا طالعه بره الحدود بتاعه اللوجو، فاحنا عايزين نربطها باللوجو بشكل معين بحيث ان اي حاجه بره اللوجو ما يظهرش فيها اللمعه. وهنا بقى هيظهر الفرق بين الناس اللي محمله اصدار 2023 والناس اللي محمله اصدارات اقدم من كده. بالنسبه للشباب اللي محملين نسخه 23 هيضغطوا على الشيب، ولو التراك دي مش ظاهره معاهم يعني ظاهر لهم المشهد ده كده، بكل بساطه هيضغطوا على F4 وهتظهر معاهم، وهيضغطوا على العلامه دي ويبداوا يسحبوا كده لحد اللوجو. طبعا هنلاقي اللوجو اختفى، فهنرجع نظهره تاني من هنا وهنبدا نشغل. هنلاقي اللمعه بتطلع بالمنظر ده، وبعد كده يروحوا للدقيقه اللي هتظهر قدامهم على الشاشه. اما بالنسبه للي محملين اصدارات اقدم من كده بشويه فالموضوع محتاج خطوتين او ثلاثه زياده. لو ما كانتش التراك مات ظاهره معاك بالمنظر ده هتضغط على F4 بحيث تظهر معاك، وهتخلي الشيب تحت اللوجو بتاعك، وهتبدا تحدد التراك مات دي وتخليها الفا مات وتحددها على اللوجو. هتلاقي طبعا اللوجو اختفى بس تاثير اللمعه ظاهر ومتحدد حوالين اللوجو، فهتبدا تعمل كمان نسخه من اللوجو وهتظهر النسخه دي. بس طبعا لما تيجي تشغل هتلاقي الايفكت مش ظاهر عشان هو ورا النسخه اللي احنا عملناها، فهتقوم ساحب الاثنين دول مع بعض كده وتطلعهم فوق النسخه الجديده، وهيطلع معاك تأثير اللمعة بالمنظر ده. فنسخة 23 بصراحة ريحتنا من الموضوع ده. انا حسيت برضو ان الحاجات اللي في الجنب دي عامله لنا ازمة. طيب احنا محتاجين بس نقلل الاوباسيتي بتاعتها شوية، فهنضغط على تي وهنبدأ نخليها مثلا 60%. تمام، نبدأ نشغل. حلو، نبدأ نخش على المين كومب نبدأ نشغل بالمنظر ده. حلو. طبعا في كام حاجه محتاجين يتظبطوا. هنقف الاول عند الكي فريم الاخراني هنا وهنرجع تاني للوجو كوم، هنلاقي المؤشر واقف عند نفس الحته، وهناخد الكي فريم الاخراني هنا ونوقفه عندها، ونرجع تاني للكي فريم اللي في النص نخش على اللوجو كوم هنلاقيه واقف برده في نفس المكان، هنحط كمان كي فريم ونبدا نخلي الحركه سموث. فهنحدد الثلاث كي فريمز كده F9، نخش على الجراف اديتور ونبدا نسحب السلايدرز دول ناحيه الشمال كده ونشغل. هيطلع معانا بالشكل ده. نبدا نخش على المين كومب ونشغل تاني.
حلو جدا. انا بس في تفصيله زياده عايز اضيفها، خلينا نخش على اللوجو كومب ونبدا نرفع الكي فريمز دول شويه لفوق بحيث انه يفضل برضو ليه سرعه ولو بسيطه في النص. نبدا نشغل زي الفل. نرجع تاني للمين كومب ونشوف الدنيا عامله ازاي. حلو جدا. هنبدا بقى نضيف كمان لمعه بس من نوع مختلف. خلينا الاول نخش على قائمه الافكتس اند بريسيت. المفروض ان هي بتبقى ظاهره هنا، لو مش ظاهره معاك بتخش على ويندو وبعد كده افكتس اند بريسيت وبتحمل معاك بالمنظر ده، وبتبدا تكتب في السيرش اسم الافكت اللي انت عايزه. احنا هنجيب افكت اسمه فراكتال نويز بالمنظر ده كده. بس طبعا عشان نضيفه محتاجين الاول نخش على لاير نيو سوليد ونحطه باي لون مش مشكله، وهنبدا ناخد الفراكتال نويز ونحطها هنا كده، وهنبدا نزود الكونتراست بتاعها حبتين ثلاثه لحد 600 مثلا، والبرايتنس هنخليها سالب 300، وهنقف في النص هنا بالظبط ونحط كي فريم عند البرايتنس وننزل عند الترانسفورم ونحط كمان كي فريم عند السكيل. خلينا بقى نضغط على السوليد بتاعنا ونضغط على يو بحيث يظهر معانا الكي فريمز بالشكل ده، وهنبدا نرجع ورا خالص ونخلي البرايتنس بسالب 300 والسكيل انا عايزه في الاول يبقى ب 100 زي ما احنا كنا محددينه، وفي النص هيكبر يبقى كده مثلا، ونحدد الكي فريمز دي نضغط كنترول سي ونقف عند الكي فريم الاخراني ونضغط كنترول في، ولما نشغل هيبقى الانيميشن طالع معانا بالشكل ده. جميل. هنبدا بقى نحدد الاثنين دول اف 9، نخش على الجراف اديتور وهنعمل نفس التعديلات اللي بنظبطها زي كل مره. جميل. نبدا نشغل. حلو جدا. هنبدا بقى يا سيدي نضغط كنترول دي عشان نعمل نسخه من اللوجو ونحطها فوق بالمنظر ده. قبل ما نعمل بقى اي خطوه زياده خلينا نسمي كل لاير بالاسم بتاعها عشان الدنيا ما تدخلش في بعضها. فهنسمي الشيب لاير بتاعتنا ريفليكشن. جميل. وكذلك السوليد بتاعنا هنسميه فراكشن او اسمه فراكتال، انا اسف، نفس الافكت اللي احنا ضايفينه. واخر حاجه هنعملها محتاجين بس الفراكتال تفضل تتحرك بالمنظر ده كده. ممكن تحط كي فريم هنا ونضغط على يو عشان يظهر معانا تحت، وتمشي للاخر وتزود الكي فريمز بالمنظر ده وتبدا تتحرك، هتلاقي انها عماله تتغير معانا. فده حل بسيط، ولكن في حل تاني برضو، واللي هو انك تفضل ضاغط على الت وتضغط على الستوب واتش هنا كده، هتلاقي ان ظهر معاك الاكسبريشن. وفكره الاكسبريشنز باختصار هي عباره عن كود او خصائص معينه بنحطها لللاير اللي احنا محددينها او للافكت اللي احنا محددينه بحيث انها تنفذ لنا خاصيه معينه بشكل اوتوماتيك من غير ما نقعد احنا نظبطها بنفسنا. فالاكسبريشن اللي هنستخدمه اسمه تايم، فهنمسح كل حاجه وهنكتب تايم مسطره شيفت 8 اللي هي بتعمل لنا علامه النجمه ومسطره، وهنقول له مثلا احنا عايزينه يلف 120 درجه في الثانيه. نبدا نطلع بره ونشغل، هنلاقيه بيتحرك معانا بالمنظر ده. حلو جدا. ممكن نخليه مثلا 240 درجه في الثانيه. خلينا نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. لا يعني السرعة البطيئة كانت أحسن كده زي الفل. خلينا بقى نقفل الكلام ده كله وهنبدأ نعمل نسخة جديدة من اللوجو من كنترول دي، وهنبدأ نسحب النسخة دي نحطها تحت الفراكتال. وخلينا نخفي الفراكتال دلوقتي عشان أفهمك احنا هنعمل ايه بالظبط. هنبدأ نضيف افكت اسمه فايند ايدجز بالمنظر ده كده، وهنبدأ نسحبه نحطه هنا. هتلاحظ ان هو خلى كل حاجة لونها أبيض ما عدا الأطراف بتاعة اللوجو، هو ده اللي احنا عايزينه. فهنعمل انفيرت بحيث نعكس الألوان، ونبدأ نخش هنا على المود ونخليه اد بالمنظر ده، وده بكل بساطه بيخفي اللون الاسود وبيسيب الابيض بس هو اللي موجود. طبعا لو عملت زوم هتلاحظ الموضوع ده اكتر. وهنرجع تاني نكلم الاخوه بتوع نسخه 23. هيبدا يسحب السلايدر ده لفوق كده لحد الفراكتال طبعا احنا عايزينها مختفيه مش هتظهر معانا خالص، وهو بشكل افتراضي بيبقى الفا مات، احنا عايزين نخليه لوما مات بحيث ان اللوجو يظهر مع المناطق البيضاء اللي في الفراكتال ويختفي مع المناطق السوداء زي الماسك بالظبط في الفوتوشوب. وهنبدا نشغل. هنلاحظ ان الافكت البسيط اللي هنا ده بيطلع معانا بالشكل ده. اما بالنسبه للنسخ الاقدم فبتبدا تخش على اللاير بتاعه اللوجو وتتاكد انها تحت الفراكتال بالظبط، وتبدا تخش على التراك مات وتخليها لوما مات، هيطلع معاك نفس الافكت بالظبط. لو عايز تبينه اكتر شويه بنخش على اللوجو ونضيف افكت كمان اسمه جلو بالمنظر ده، ونبدا نزود الانتنسيتي شويه. هتلاحظ ان الموضوع بقى بيبان معاك بشكل اقوى شويه. خلي مثلا الانتنسيتي على 1 زي ما هي، والراديوس مثلا خليه على 5 بحيث ان هو ما يزيدش قوي. لحد دلوقتي جميل جدا. هنبدا بقى نحدد الاثنين دول مع بعض. كليك يمين بري كومبوز ونسميهم ايدجز. انتر كده حطيناهم في كومبوزيشن منفصل، ونخلي المود بتاع الكومبوزيشن يبقى اد بالمنظر ده. طبعا ممكن نخش نظبط كده كام حاجه في الفراكشن، وحاسس السكيل بتاع الفراكشن محتاج يتظبط شويه. خلينا مثلا هو فين السكيل اهو في الترانسفورم. بعد كده السكيل خليه مثلا كبير لحد خليه مثلا على 340 343 يبقى حاجه كبيره. جميل. خلينا نرجع بقى للمين كومب تاني نبدا نشغل. حلو جدا. اعتقد الموضوع هيبقى الطف بكتير مع لوجوهات تانية فيها الوان اكتر او فيها ايدجز اكتر من اللوجو بتاعي، بس حتى الان الوضع زي الفل. وبالمناسبه انا عن نفسي هشيل الجلو اللي كنت حطيته على اللوجو قبل كده كده زي الفل. نرجع تاني للمين كومب نبدا نشغل. حلو جدا. لو حابب طبعا ممكن نكبر الاخ ده شويه كده. نبدا نشغل تاني.
وبس يا سيدي، كده نكون خلصنا الجزئيه بتاعه اللوجو. فاضل بقى التكست اللي احنا هنضيفه ورا. بس قبل ما نضيف التكست هنبدا الاول ناخد السوليدز الاثنين دول ونحطهم في بري كومبوزيشن ونسميه باك جراوند، عشان هنحتاج الموضوع ده جدا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنبدا نخش على باك جراوند وهنضغط كليك يمين نيو، وبعد كده هنضيف حاجه اسمها null اوبجكت. فكره النل ده بكل بساطه هو جسم وهمي ملوش وجود، ما بيظهرش حتى في الفيديو، بس وظيفته ان احنا بنربط باقي اللاير بيه عن طريق البيرنت لينك اللي هنا ده. بنبدا نسحب كده ونحط هنا، ودي موجوده في كل الاصدارات ان شاء الله. ولما بنحركه كل حاجه بتتحرك معاه، نغير مكانه، حتى نفس الحكايه بالنسبه للحجم برده، فده هيساعدنا جامد جدا. فخلينا نسميه مثلا كنترولر، وهنبدا نضيف التكست بتاعنا. هنبدا نخش على التكست تول اللي هو بالنسبه لي احمد الحفناوي، فبنكتب اول اسم اللي هو احمد، وانا بستخدم خط اسمه جيرسي شارب، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. وهنبدا نخش على السكيل بتاعه ونكبره بالمنظر ده، وهنبدا نعمل نسخه منه وننزلها تحت بالمنظر ده، ونكتب النص التاني من اسم القناه. وطبعا لون التكست بيتغير من الخانه بتاعه الكاركتر هنا، بتغيره من هنا، او ممكن تضيف افكت هنا اسمه فيل تحطه على اللاير بتاعتك وبتختار اللون اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي هخلي اللون بتاع الحفناوي هيبقى بالابيض اللي هنا، واحمد هنخليه بنفس لون النص التاني من الفيديو. وقبل كل حاجه هنفصل بس كل حاجه مرتبطه بالكنترولر دلوقتي، وهناخد الاثنين دول وهنلاقي قائمه اسمها الالاين هنا، هنفتحها وهنختار من هنا كومبوزيشن وهنضغط هنا بحيث يتوسطنوا، وبعد كده هنبدا نسحبهم هما الاثنين لحد ما يبقوا على الكنترولر بالظبط. هنحتاج بس نرفع ده شويه بالسهم اللي فوق تكتين 3 4 5، واللي تحت نفس الحكايه 1 2 3 4 5، ونبدا نحركهم. طبعا احمد ده عايز يكبر شويه بحيث يبقى قد الاسم التاني تقريبا، وبرده كان محتاج يتوسطن، والاخ ده برضه محتاج يتوسطن. واحمد ده المفروض هو اللي هيبقى في النص اللي فوق، فهيتحرك من فوق لتحت او من اليمين للشمال بمعنى اصح. فهنبدا نحركه من اليمين للشمال بحيث لما يلف يبقى بيتحرك بالناحيه دي كده. فهنبدا نخش على البوزيشن بتاعه ونحط كي فريم، وكذلك بالنسبه للتكست التاني. نرجع ورا، هناخد عم احمد نوديه ناحيه اليمين خالص بالمنظر ده، وديه يمين زياده شويه. والنص التاني من التكست اللي هو الحفناوي هنبدا نوديه ناحيه الشمال. انا طبعا بضغط على شيفت في الكيبورد بحيث الحركه تبقى اسرع شويه، وبالمنظر ده هيتلموا في النص. ونيجي عند الثانيه الاخرانيه اللي هي الثانيه التانيه بالظبط، ونكمل حركتهم للاخر بالمنظر ده كده. ونفس الحكايه بالنسبه لعم احمد، نبدا نحركه ناحيه الشمال. جميل جدا. نبدا نشغل. حلو. طبعا السرعه بتاعتهم محتاجه تتغير. F9 جراف اديتور، حدد الاثنين، ونبدا نحرك السلايدرز. ارخم حاجه في الافتر افكتس هي الحاجات الغريبه اللي بتطلع جنب السلايدرز دي. ابدا احرك ناحيه اليمين ناحيه الشمال. اوكي، نبدا نشغل زي الفل. طبعا ما ننساش ان احنا كنا رابطينهم الاثنين بالكنترولر، فبمجرد لما نلف الكنترولر باي زاويه هما الاثنين هيلفوا معاه والانيميشن هيفضل زي ما هو. فاحنا طبعا عايزين نلفهم بنفس الزاويه بتاعه السوليد، فبنضغط على ار بحيث تظهر معانا الزاويه، وناخدها كنترول سي ونخش على الكنترولر ونضغط كنترول في بالمنظر ده، انتر. كده بقوا هما الاثنين بيتحركوا مع المشهد بتاعنا. بس في مشكله دلوقتي، يعني هتلاقي الاثنين بيتحركوا والسوليدز اصلا لسه ما ملتش المكان، فالوضع غريب شويه. فممكن نقف عند الفريم اللي في النص اللي هما بيبقوا مظبوطين فيه، ونبدا ناخد عم احمد نربطه بالسوليد الابيض، والحفناوي نربطه بالسوليد الاسود، ونبقى نربط السوليد الاسود والسوليد الابيض مع بعض بالكنترولر بالمنظر ده. خلينا نبدا نشغل. اعتقد كده الوضع احسن بكتير. فاضل بقى الحركه الاخرانيه، محتاجين بس نزود السرعه اللي في النص شويه عشان مش عايزينهم يثبتوا على الاخر كده مثلا. كذلك اللي تحت نفس الوضع. نعمل زوم عشان نتاكد ان كل حاجه تمام. اهي الحاجات الصغيره دي بقى محتاجه تتظبط. جميل. نرجع تاني للمين كومب، نبدا نشغل. حلو. سرعتهم محتاجه تزيد شويه، فممكن نرجع ورا ونحرك كل تكست فيهم مسافه ابعد شويه. يعني ده مثلا عايز يروح كده وده يروح كده، ونروح للكي فريمز النهائيه ونبدا نحركهم من هنا. عم احمد برضو محتاج يروح بعيد شويه، والاخ ده برضو محتاج يروح بعيد شويه. نبدا نفتح المين كومب تاني ونشغل. حلو جدا. خلينا بس نقلل السرعه اللي بيتحركوا بيها في النص دي شويه. نعمل زوم، نقرب، ننزل ده تحت شويه كده مثلا، وخد ده كمان نفس الحكايه. ارجع تاني للمين كومب نشغل. حلو جدا. اخر حاجه بقى هنضيفها في المقطع بتاعنا هو الموشن بلور. ده هيدي تاثير حلو جدا في الفيديو. هنبدا نفعل دول كلهم كده، وهنخش على المين كومب نفعل الكلام ده كله، وبمجرد ما نشغل هيطلع معانا الايفكت ده. طبعا فكره الموشن بلور زي ما احنا عارفين، كل ما السرعه زادت كل ما هتلاقي بلور اكتر بيحصل مع اللاير بتاعتنا. هي بس الفكره كلها لما فعلنا الموشن بلور الابيض ظهر. فخلينا نخش على الباك جراوند، نشيل الجراف اديتور. الابيض ده بس محتاج الزاويه بتاعته اللي في الاول دي ترجع حبتين 3. جميل. وكذلك الرمادي على فكره حصل فيه نفس المشكله. نبدا نخش على الروتيشن ونبدا نزود زاويته هو كمان. نشغل. جميل. وانا بصراحه حاسس ان السرعه بتاعتهم عايزه تزيد حبتين. خليه كده مثلا. طبعا هتلاحظ ان الموشن بلور برضو في الاول ظهر، فهنحتاج نزود كمان شويه. ده كمان نفس الوضع لو كان ظاهر اهو. تمام. نشغل. جميل. نرجع تاني للمين كومب ونشغل من تاني.
هيطلع معانا النتيجه اللي قدامكم دي. جميل جدا. في الحلقه اللي جايه باذن الله هنبدا نخش على الباك جراوند، وهنحركه بزاويه كمان بحيث الخط الفاصل ده الميل بتاعه يزيد زي ما اتفقنا في الستوري بورد، وهنبدا نعمل المشهد الاخير زي ما شفناه في الستوري بورد بالظبط. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.